بسرعة كده ارجع حل تاني اسباب خروج مصر من كاس افريقيا. الاسباب زي ما انا قلت يعني بتتلخص في مستوى فريق مصر مقابل مستوى الفرق الافريقية. وبانت الحكاية دي لان دلوقتي بتشوف معارك انا مش ببالغ يعني. المهم احنا عايزين نقول يعني ايه المستوى بتاع مصر مش قد المستوى بتاع الفرق الافريقيه كفريق مصري. المشكله الكبرى في اختيارات المدرب لل 25 او 28 واحد اللي هيبقوا الجنود بتوعه، اللي هم اللعيبه بتوعه. بيبدا الخطا من الاختيار. يعني انت عارف ان الفرق الافريقيه مش متوحشه، بس مفترسه. العن يعني مش بتاعت يعني الشغل بتاع حازم امام اللي هو ياخدها من وراك ويطلعها فوقيك والكلام بتاع زيزو والترقيص زمان والخطيب والحاجات دي. لا، ده بتاع اكرم توفيق. يعني عنوان الفريق المصري، شوف انا زملكاوي، انما اكرم توفيق يعجبني قوي قوي في الماتشات دي. هو ده الايديال بلاير في ماتشات زي دي. هتقول لي ده يا راجل ده بيغلط ما هم بيغلطوا، ده هم بيفترسوا بعض، ده هم يعني محمد هاني بالنسبه لهم ده حمامه هزاز. عارفين حمامه هزاز؟ يعني رقيق. بيضرب ساعات بس بيضرب نفسه، يعني مش زي اكرم توفيق بيضرب اي حاجه، يعني ممكن يضرب سور النادي. فهي دي اللعيبه. الله، وبعدين اللي حواليه يبقوا زيه، يعني مش لازم كلهم يكونوا بنفس القوه. يعني محمد علي كلاي مثلا هو الوحيد اللي خد بطولات وكده، انما اللي كان بيلعبهم جامدين برضه زيه، وفي واحد منهم لفت الايام وغلبه. المهم لعيبه. هتقول لي انت بتتكلم في الكوره ولا دي المصارعه ولا؟ اقول لك للاسف يعني لازم تفتح مخك وتفهم ان هي بقت كده. الماتشات الافريقيه كده، ان ما كنتش تتسلح الاول بالقوه البدنيه مش هتوصل لاي حاجه. يعني حرفنه ما حرفنه، يعني ايمن حفني ممكن يلعب في ماتشات دي. يعني معلش، يعني ده حاجه، يعني ده ولا يتجرأ يوصل يشجع حتى، يعني ما يقعدش في المدرجات من الرعب. يعني لعيب، عندنا لعيبه رقه قوي بتوع دوري مصري يعني. واوعى انت ضربتني ويزعل منه وبتاع، ما كلموش في الاتوبيس والحاجات دي. المهم دول عايزين حد نفسه طويل. اذا الخلاف، عشان ما اطولش عليكم، انا عايز الفيديو ده ما يزيدش عن 10 ساعات يعني، عشان انا عارف انتوا وراكوا شغل. الاساس في كلمتي ان المستوى اقل من المستوى هو المعنى ده. الاختيار الخاطئ اللي قام بيه المدرب. بيختار لعيبه. اولا النني وحجازي مش مفروض كان يقول لهم تعالوا خالص خالص. عايزين يجوا يقفوا حوالين اللعيبه ويقولوا لهم احنا لما كنا قدكم كنا بنعمل كذا، وانا لما كنت بدخل كنت بعمل كذا، وما كنت بقطع بعمل. ماشي ماشي. زي مثلا تجيب واحد زي شوقي غريب، زي حسن شحاته، زي حسام حسن، يزود الهمم. انما تجيبهم كلاعيبه وتصر عليهم في كل ماتش ينزلوا عندا في دي عندا فيا، يعني قلت لك ما تنزلهمش، يعني جبتهم ماشي غصب عنك، خليهم يقعدوا يتهووا في المدرجات. ماشي، هم لعيبه كانوا، وكل واحد كان، يعني مثلا الخطيب يقدر يلعب دلوقتي ولا حسن شحاته يقدر ينزل يلعب؟ يعني هم هيلعبوا بس يعني على قدهم. احنا عايزين لعيبه سبق زي الخيل، يعني جري وقوه، قوه اقتحام زي مصطفى فتحي بتاع ده، حمدي فتحي. لا، مصطفى فتحي لا، مش قوه، انما يعني ممكن يسلك في اخر ربع ساعه زي شيكابالا كده، يسلك في اخر ربع ساعه ويجيب جون برجليه الشمال وبتاع، او يباصي مباصيه قاتله. انما حمدي فتحي مثلا حاجه رهيبه، والناس بتظلمه وتقول له بقى ايه، هدي شويه عشان ما توديناش في داهيه. مش ودانا في داهيه؟ ده في 11 لعيب اول امبارح في ساحل العاج كانوا هيودوا الدنيا كلها في داهيه،
وبتوع مالي وبتوع التانيين دول الكونجو، كل الفرق، ولسه هنشوف نيجيريا هيعملوا ايه. في سلخ، مش لعب كوره. هي دي الاسباب اللي ادت الى خروج مصر، هي سوء اختيار اللعيبه وتحويل منتخب مصر الى مستوى ضعيف غير مؤهل انه يلاعب الفرق دي. عشان كده طلع. يعني ما يعني انت مثلا تطلع الاتوبيس، تركب الاتوبيس ولا القطر، معكش تذكره، تبقى انت غير مؤهل انك تركب، لان في اقرب فرصه هينزلوك. لو المفتش ولا اللي هو الله يمسيه بالخير بقى بتاع يقول لك انزل، ما انتش مؤهل تكمل، معكش تذكره درجه اولى مثلا، انزل اقعد درجه ثالثه كده. احنا نزلونا ليه؟ نزلونا معناش لعيبه، الله معناش حد عدل، واحد بينهج وهو بيجري زي ما يكون حصانه عجوزه، وواحد تاني ما بيجريش في المكان الصح، واحد تالت مش قادر يقتحم، وواحد رابع وقع من اول لمسه، وهكذا. يعني مش هقول اسماء، بس انتوا شكلكم كده عارفينهم واحد واحد كويس. فهي دي الفكره اللي انا عايز اقولها، انه المستوى اقل من المستوى. المره الجايه ان شاء الله لما يكون في مدرب، حاولوا تفهموه وتقولوا له اهتم بالناحيه البدنيه، رجلين كده زي ايمن منصور الله يمسيه بالخير، رجلين كده بتضرب بتكسر بتدب، زي ما هم سموه دبابه ليه، وعمرو زكي بلدوزر ليه، وهكذا. يعني مصطفى محمد تمام، رجلين وقوه واقتحام وكل حاجه، انما كام واحد من ال 11 ولا كام واحد من ال 25 ولا 28 ده؟ حتى الشناوي وقع على دراعه، لا دراع خلاص انتهينا الكارير، و6 اشهر وعلاج وجبس ومع السلامه، حطوا بداله واحد تاني جامد وكل حاجه، بس ذهنه ومعنوياته منخفضه لانه ساب الزمالك. وطبعا اللي يسيب الزمالك او يسيب الاهلي بينزل النص، زي الوزن كده، لما ينزل النص المعنويات تنزل النص. كان بيلعب وهو في الزمالك حاجه، فخور بنفسه، فخور بقوته، وجمهوره سنده، معلقينه ومحللينه واقفين معاه. دلوقتي اي حاجه انت شفت ابو جابر شفت، لانه مع فيوتشر باين ولا فاركو ولا فرقه كده، لا فيوتشر فيها الاسد جنش، اللي برضه رغم ان هم كسروا له معنوياته وزحلقوه من نادي الزمالك الاداره السابقه، الا انه هو جنش كان ينفع بالذات في ضربات الجزاء. المهم ما طولش عليكم، وحاولوا تفهموها بقى علشان نستعد المره الجايه. افهموها بقى.